بارك الله فيك. التواجد ديالي في مهرجان كافتون مازاغون الدورة ديالو العاشرة اللي كان الغياب ديالو بسبب الجائحة ديال كوفيد. فأنا جد سعيدة بالحضور ديالي اليوم باش نشوفوا آخر صيحات الموضة ديال القفطان ونشوفوا المصممات ديالنا المبدعات المغربيات وندوزوا إن شاء الله وقت زوين. دائما حاضر. اي مرة مغربيه ضروري ملي كتكون شي حفله اللي هي كبيره وبالخصوص هذه تظاهره ديال القفطان، يعني ضروري خاصك تكون لابس شي حاجه اللي كتمثل المراه المغربيه اللي هي القفطان. كنحاول بما امكن اننا نحافظوا عليها. ياك عادي بحال كأي مرة زوينة كتهلا في راسها، كتحاول تكون دائما بواحد المظهر اللي كيليق بالحضور فين غادي تكون. لا لا السبب ديال الغياب ديالي هو الابن ديالي اللي كان كيمر بواحد الظرفيه اللي هي صعيبه المرض ديالو، وخلاني انني نحاول نبعد بما امكن ونزيد اكثر من الوقت اللي كنعطيه باش نكون قريبه عليه. أمومة أحسن حاجة. كنتمنى لأي واحد أنه اللي ما عندوش الله يرزقه واللي عنده الله يخليهم اليوم، حيت الأمومة كتعطينا بزاف ديال الانرجي زوينة. طبعا الرجل مهم في حياة المرأة، كالأب كالأخ كالابن كالزوج. كان ما كانش راه كتحاول تقاد ما بين هذه وهذه، مي الرجل ضروري خاصو يكون في حياة المرأة. شوف انا الراي ديالي طبعا غادي نصف المراه، حيت تا انا ام، تا انا عندي اطفال. فكنتمنى ان شاء الله من القانون يعطي الحق يكون سواسيه ما بين الجوج، يعني اللي عنده الاحقيه والاولويه واللي متكفل بالاطفال بالخصوص الامهات الحاضنات. فكنتمنى ان شاء الله هذا المشكل ما يبقاوش، يا يكون تفاهم ما بين الطرفين او لا الحق يتعطى اللي عنده الاولويه. شوف انا كل واحد يقول بفمو اللي كيبغي، ولكن الاهم انه يكون انا اللي كيهمني من سواء من هذاك الوزير او وزراء وحدين اخرين ماشي لي زانترفيو، ماشي زله لسان تقدر تكون او تقدر تكون صح، ولكن اللي كيهمني انني نشوف النتيجه ديال الخدمه ديالهم في الحكومه. الطلبات ديال الناس ديال الشعب اشنو باغي يحققوا اليوم. اما حوار زايد ناقص انا بالنسبه لي ما كيهمنيش اكثر ما كيهمني انا شنو غادي يعطي، شنو غيقدم. عصفوره عصافير ان شاء الله. شوف انا الحمد لله دائما كنحاول نكون متجدده، لا ما تخرج لا ما نعطيكش سكوب، ولكن كاينه شي حاجه جديده ان شاء الله. سواء فنيا او لا شي حاجه شخصيا اللي غادي تخرج في شهر جوج. لا 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 ما كاينش واخا تتكون. انا بالنسبه لي قضاء الله وقدره، كنقول ما مكتباش ليا شي حاجه. انا صراحه اللي توقفت كانوا اعمال معروضه عليا صراحه الله. توقفت بالخصوص الفتره اللي كان ديال الحمل والفتره ديال كورونا، انها كان كلشي متوقف. موراها انا كانت الام ديالي الله يرحمها توفات. بنتي روان كذلك، يعني وقتي كله ما عنديش كيفاش نقدر نركز في شي حاجه. فكان التوقف ديالي المده ديال 4 سنوات، ولكن انا راجعه. ولكن هذا ما كيعنيش انه ما كاينش عروض، كاينين عروض الحمد لله، ولكن انا كنعتذر عليها حيت ما يمكنش نوفق ما بين بزاف ديال الحوايج. وانا الام
وانا الاب يعني عندي خدمه على برا وعندي الداخل، فكنحاول نقاد ملي ما نقدرش نتوفق في نشد التصوير اللي هو طويل ديال 3 شهور او 4 شهور، اعتذرت عليه. ولكن دابا الحمد لله شويه الوليدات بداو كيكبروا، شويه بداو كيهضروا، فانا راجعه ان شاء الله. انا عصاميه عند الناس وعصاميه حتى في حياتي، يعني كحياتي في زعما حتى مع عائلتي عارفيني انا شويه قاصحه، ولكن كيجي الوقت اللي كيقوى عليا الضغط بزاف كنسد عليا بيتي وكنبكي. كان بحالي بحال اي الناس، راه حنا من طين يعني ماشي من الحديد، فنورمال. كنقول لكم ان شاء الله كنتمنى سنه سعيده تدخل عليكم بالخير وبالربح وبكل ما كتمناو، وانتظرونا ان شاء الله قريبا.